في الاستوديو موفق فائق توفيق المترجم الفوري في قناة الجزيرة، هامة إعلامية كبيرة، كلكم تسمعون هذا الصوت، هذه هي الصورة، هذا هو الرجل العظيم الذي نتشرف صراحة بالوقوف إلى جانبك. أهلا بك. طيب، دعنا أولا نبدأ لنفهم كيف تتم آلية الترجمة الفورية عبر جوجل. طبعا هذه بداية ممتازة فعلا، لأننا إذا ما فهمنا هذا الجانب المفهومي ما يترتب عليه يكون مهم جدا. أولا العملية هذه تتم بترجمة عن طريق الترجمة الآلية بترجمة كلمات أولا أو ترجمة دلالية. الكلمات هي ترجمة كلمات مفردة، الحاسوب يبحث في قاعدة بياناته عن مفردات متطابقة ويعطيها لك. الترجمة الدلالية طبعا أكثر تعقيدا، يحاول فيها الحاسوب أن يجد عبارة مثلا أو مقطع كامل فيه شيء من التدفق الطبيعي والانسيابية للمعنى من خلال المتطابقات التي يبحث عنها داخل قاعدة بياناته. هذه طبعا المشكلة هنا في توقعاتنا نحن كمستخدمين، ربما بسبب القدرات الهائلة للحاسوب وخاصة في ماكينات البحث وما يعطيه لنا من أجوبة سريعة جدا ومعلومات، وجعلتنا نتصور بأن قدرته في الترجمة أيضا بنفس المستوى. هنا مكمن الخطأ طبعا، لأن ما يقوم به الحاسوب هو استنادا، وهنا مفارقة تاريخية حقيقة ينبغي الإشارة إلها، إلى مبدأ الخوارزميات الالجوريثمز بالإنجليزية التي أخذت من نتاج الحضارة الإسلامية. صحيح. أو ما يسمى بلغة العصر بنظام الحلول الحسابية، يعني الاختيار والتسلسل والتكرار. يبحث الحاسوب بشكل منطقي عن هذه المتطابقات. طبعا نحن تخلفنا عن ركب الحضارة، فالآخرون أخذوا ما بنيناه وشيدوا هذا البناء الشاهق. نحن الآن خارجه. طيب. نحاول أن نلحق به. يعني هنا ما فهمت منك أننا نحمل جوجل أكثر ما يحتمل، صحيح؟ نعم، صحيح. طيب، الترجمة من لو افترضنا أو أعطينا مثال من الإنجليزية إلى الفرنسية أو من الإنجليزية إلى الإسبانية، هل يعاني نفس المشكلة الذي من حيث الأساس نعم، لكن حجم المشكلة أقل. وذلك لأن المحتوى المتاح، الخزان الذي يبحث فيه الحاسوب أكبر وأغنى بكثير مما يقال. إن ما ننتجه نحن كلغة عربية لا يتعدى 3%. فهناك فرق كبير أن يبحث الحاسوب في 3% ويبحث في نسب أعلى. طبعا إنشاء المحتوى هذا هو السر. الحاسوب ليس مترجما بمعنى أنه يؤلف، هو يبحث عن متطابقات فيما هو موجود عنده. كلما كبر هذا الخزان كلما زادت قدرته. طيب. في الاختيار. يعني سريعا، لمن يتكل اتكال كامل على ترجمة خصوصا نصوص كبيرة مثلا في جوجل، ما النصيحة التي لا ينبغي ذلك أبدا، لأنه يفتقر إلى عناصر أساسية، وهي غياب عنصر ضبط الجودة. مثلا النصوص غير منقحة وغير مراجعة، والتي يجب شرط أساسي أن تتم بهذه الطريقة، لا يعول عليها كنصوص كاملة أو وثائق أو مشاريع ترجمية. ربما في بعض التوجيهات لتشغيل أجهزة بسيطة لحد ما، نعم، لكن ما يتعدى ذلك لا بديل. نحن فسنبقى إلى فترة طويلة وسنسعد بصحبتكم إن شاء الله. أطال الله بعمركم، نتشرف بكم. شكرا لك موفق فائق توفيق المترجم الفوري في قناة الجزيرة.